اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه في الحر؟ ربنا يعدي الأيام دي على خير يا رب، ويعني الذروة بتاعة الحر دي تعدي بخيرها وبشرها، لأن خلاص الواحد فعلا تعب. أي مجهود بسيط بنعمله الواحد بيبقى مفرهد خالص. ماله الشتا جميل 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 يعني. نعمل بقى حاجة كده تطري على قلبنا ناكلها، تبقى مفيدة وفي نفس الوقت ايه، حاجة خفيفة كده. لان في الصيف بنبعد عن اي حاجات تقيلة تحمي على صدرنا او تتعبنا او مسبك او الكلام ده. ولو حد من الولاد جعانين ممكن يسحب كوباية وياكلها. طبعا اسعار الزبادي عدت الحدود، فقلت اجيب مكنة الزبادي واعمله في البيت. هو انا المفروض اصلا المكنه دي انا جايباها رمضان عشان ما نشتريش من بره كل يوم وكده، فبجيبها وبتقضيني يومين. فقلت اطلعها بقى من النيش واستخدمها. اهي حاجه توفر لنا كوبايه الزبادي، عدت ال7 و8 جنيه. والصغيره ب6 تقريبا. فقلت اطلع بقى المكنه بتاعه الزبادي واعملها. موضوع سهل خالص، والحاجه عندي في البيت، حاجه كده صنع ايديا وحياة عينيا يعني. وقلت كمان اعمل لكم ريفيو يعني عن مكنة الزبادي، اللي حابب يشتريها او اللي حابب يستخدمها. هي حاجة كويسة يعني. بس انا كنت قبل كده بعمل الزبادي، بجيب صينية واغلي اللبن واسيبه يبقى دافي خالص كده، وبعد كده ازوده كوباية زبادي. كان زبادي بلدي بقى. ازوده كوباية زبادي واقلبهم مع بعض واحطهم في الكوبايات، واكون مسخنة الفرن، واحطهم في صينية واحط مية دافية واسيبهم لتاني يوم الصبح يطلع زبادي حلو قوي. بس جبت المكنة، قلت يعني توفيرا للوقت وللمجهود، حاجات بقى الصناعات الحديثة يعني. و... وماشية معايا يعني، كل سنة بستخدمها في رمضان. بس قلت اطلعها. هي القاعدة بتاعتها دي بلاستيك، وزي ما انتوا شايفين الزرار بتاع اون واوف. وهي 7 كوبايات. في دلوقتي اللي طالع المكنة الجديدة بتاعت الزبادي، الكوبايات بغطيان بلاستيك اللي هو الضغط، مش بتتلف كده زي البرطمانات دي، تعتبر برطمانات، والغطا بتاعها اكليريك. جات لي فكرة شريرة كده وانا بتفرج على الفيديو، بس لا طبعا مش هعملها. مش هخسر مكنة الزبادي يعني، ان انا اخد البرطمانات دي واحط فيها حاجات، واما اعوز مكنة الزبادي ابقى اغسلها واحطها اعمل فيها الزبادي. بس حرام يعني، حرام، خسارة. عشان كمان البرطمانات ما تكرفش من الحاجة اللي انا هحطها فيها. جبت بقى ايه عشان اعمل الزبادي؟ جبت لتر لبن جهينة وكوباية زبادي اللي هي هتعمل الخميرة بتاعة الزبادي. وهو المفروض اللبن يتغلي. لو انت جايبة لبن بلدي من اللبان بيتغلي. اللبن ده بطلعه اسيبه على الرخامة لحد ما يبقى دافي كده زي دمعة العين كده. وابتدي بقى اجيب كوباية زبادي واقلبهم كويس. اخد شوية لبن كده واقلبهم مع كوباية الزبادي بحيث ان هو يبقى سائل خالص كده. واقلب كله مع بعض. طبعا البرطمانات دي مغسولة ومتجففة وزي الفل. وابتدي بقى افضي الخليط اللي انا قلبته، المية والزبادي، في البرطمانات، بحيث ان كله يبقى يعني كمية واحدة. هو اللتر قضى ال7 كوبايات بالظبط يعني. وهبتدي بقى اغطيهم واحطهم في العلبة في المكنة بتاعة الزبادي واشغل عليهم بتاخد وقت يعني على ما الزبادي يتعمل 8 ساعات يعني. ما افتحش عليها او افصل الكهرباء غير بعد 8 ساعات. كنت خايفة لا النور يقطع، لان انا كنت بعملها الصبح. كنت خايفة لا النور يقطع والزبادي يبوظ او كده، بس الحمد لله الحمد لله يعني. اليوم ده النور ما قطعش. كانت حاجة غريبة ان احنا الساعة 5 النور بيقطع ساعة، ساعة ونص،
وبالليل بيقطع برضو ساعة ساعة ونص، ده الجدول بتاعنا يعني. كده غطيتها وهشغل بقى الفيشة وهسيبها على جنب كده، مع حتى الكاتل لما نعوز نستخدمه نقلته في فيشة تانية عشان الزبادي ما يبص. هقول لكم ليه بقى بعمل الزبادي وليه فكرت في الموضوع ده اصلا او قلت استخدمها. لان ابني يعني خلاص ساب الببرونة ومش راضي ياخد اللبن على بعضه، يعني مش مستطعمه، لانه يعني واخد على لبن نيدو البودر، فمش مستطعم اللبن الحليب. فقلت ادخله له في ايه، ادخله له في الزبادي. فعملت الزبادي بلبن خالص كده بحيث ان هو يستفاد كأنه شرب كوباية لبن، يعني ما ياخد كوباية زبادي كأنه شرب كوباية لبن. انا معرفش الزبادي اللي بره يعني بيعملوه ازاي، في مواد حافظة كده، لكن لا ده طبيعي، هو على بعضه كده وكامل الدسم عشان يستفاد منه. كده انا حطيت الزبادي بعد ما خلص ال8 ساعات حطيته في التلاجة حوالي 5 6 ساعات برضو. ودي كانت النتيجة، شايفين الزبادي. وسبحان الله يعني انا مستخدمة لبن جهينة. انا اولا ما بحبش لبن جهينة ولا بحب الحاجات المعلبات، انا بحب اللبن اللي من عند اللبان والزبادي البلدي. اما عملتهم طلع نفس طعم الزبادي البلدي ونفس الفراغات اللي بتبقى ما بين الزبادي البلدي، حتى القشطة اللي فوق، في قشطة فوق على الزبادي، وكان طعمه تحفة. ويعني اللي حابب يجرب مش هيندم. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. ولو مش مشتركة في القناة انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وما ينزل فيديو يجيلك اشعار. بحبكم في الله وباي باي.